بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايبي يا أحلى متابعين من جميع أنحاء العالم. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة مش هتكلفنا حاجة غير يا دوبك كوبايتين دقيق. هنعمل مع بعض العيش السوري أو العيش بتاع اللي هو بتاع الكريب أو اللي هو بتاع الشاورما. حط كوبايتين مية قصادهم كوبايتين دقيق. لو حطيتي 3 حطي 3، حطيتي 2 حطي 2، معيار واحد حطي كوباية واحدة عيار واحد مية، حطي كل معيار قصاده معيار دقيق. حطيهم فين بقى؟ تحطيهم في الخلاط. سهل جدا، انا جايبالك اسهل وابسط طريقة ممكن تعمليه بيها. حطيهم في الخلاط وتضربيهم كويس اوي عشان ما يبقاش مكتل ولا عامل ذرات ولا اي حاجة من دي. تنزلي على ايه؟ على كل كوباية دقيق معلقة زيت. يعني هنا هنحط كوبايتين زي كوبايتين دقيق معاهم كوبايتين مية معاهم معلقتين زيت. فهمت المقادير وضربناهم كويس وعملنا الخليط بتاعهم يعني مناسب، هتشوفيه دلوقتي. لو حطيت المقادير زي ما انا بقولك كده هيطلع مظبوط. سهل جدا، بدل ما تروحي تشتريه ولا بدل ما تقعدي تحتاري فيه وتغيري تغيير، يعني مش كل حاجة رز ومكرونة وحاجات من دي. شفت قوام العجين؟ الخلاط اسهل حاجة يطلعك القوام مظبوط. متتعبيش نفسك خالص في ايه، في ان انت تقعدي تعملي بايدك، لا على الخلاط على طول قوامه تمام التمام. هو مش مكلف اساسا ولا بتحتاجي له اي حاجة تانية اكتر من كده، دي ابسط طريقة ممكن تعمليه بيها. معانا طاسة بقى على النار، نار متوسطة كده، مش عالية قوي، بس لازم ينعمل في طاسة تيفال او سيراميك، ما ينفعش ينعمل في حاجة ألمونيوم. نحط الطاسة تسخن وندهنها بمنديل او بفاينة زيت. الفرشة لا، ممنوع بالفرش، لازم تدهنيها كده بايه، بمنديل او بفاينة معاكي. وبعدين ننزل بايه، بكبشة كده بالخليط بتاعنا زي ما انت شايفة كده بالظبط. ونمسك الطاسة بتاعتنا او القلاية بتاعتنا، نرجها كده شمال ويمين بنفس الطريقة اللي انت شايفاها دي عشان نوزع الخليط ويبقى متساوي كده ويبقى شكله حلو. ما يبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة وكده، يبقى كله بسوا بعض، سمك واحد. ونسيبه بقى على النار يستوي. بس تستوي معانا من الجوانب بنقلبها على الجهة التانية. متخليهاش تتحرق، لا يا دوبك تاخد لون صفار بسيط كده. اهي استوت معانا، طلعناها. نحطها بقى في اي حاجة عندك، صينية ولا حاجة، ولازم تغطيها حتة قماشة نضيفة كده، ولازم تغطيه عشان يتم طري وحلو ما ينشفش معاك. كمان واحدة عشان ايه اللي ما شافتش المرة الأولى تشوف المرة التانية. لازم بين كل واحدة وواحدة، كل ما نيجي نعمل واحدة ندهن الطاسة كده بالزيت. وننزل فيها بالخليط بتاعنا ونموج الطاسة شمال ويمين لما تظبط القوام. هنا الكمية جت حاجة بسيطة فزودنا شوية في النص عشان ايه كلها تبقى بسوا بعضها. دي طريقة ان انت تنزلي في الجوانب وتفضل في النص ايه حتة كده فاضية تكمليها بعدين. وفي طريقة تانية بقى بتنزلي في النص بالكبشة بتاعتك وتموجي بقى تفرش معاك. نستنى عليها بس تاخد اللون، نقلبها على الجهة التانية. صفار خفيف خالص، ما مش بتحمري، لا صفار بس. واضح قدامك اهو الشكل.
عشان ايه تبقي عارفة هو بينعمل ازاي. اهو، وادي الجهة التانية نفس الطريقة. نحطه في صينيتنا اهو فوق بعضه ونغطي، لازم نغطي عشان ما ينشفش معانا. اهو، اي حاجة نضيفة عندك تغطي بيها. ادي كل الكمية كلها خلصناها مع بعض. شوفي جمالها، ما شاء الله، الله اكبر. حبيتي تعمليه بقى سندوتشات شاورما تعمليها، حبيتي تلفيها كريب ماشي، كله ماشي معاكي. مفيش حاجة هتخسر زي ما بقول. دي كل الكمية معانا كوبايتين الاتنين عملوا الكمية دي كلها اهي، ما شاء الله. المرة الجاية يا بنات هعمل لكم اهو. حبيتي تلفيها كده كريب ماشي، حبيتي تلفيها شاورما شوفي طرية جدا اهي، تلفيها شاورما. شوفي طراوتها بقى اهي، وتفرد تاني ترجع كما كان. ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناة.